الو. مساء الخير كابتن جمال، سامعني يا جماعه ولا لا؟ كابتن جمال مساء الخير. الو. مساء الخير يا كابتن جمال. مساء الخير يا كابتن سيف. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ تحياتي ليك وتحياتي للنجوم الكره الكبار الموجودين معاك في الاستوديو، كل التحيه ليك. اهلا بحضرتك كابتن حسام بدري، كابتن وائل جمعه، كابتن محمد شوقي، بيحيوا حضرتك. حسام، كابتن وائل، كابتن محمد، كابتن جمال. ازيك يا كابتن جمال؟ الله يخليك يا كابتن. كابتن جمال، شايف المشهد النهارده ازاي؟ بص يا كابتن سيف، انا طبعا ما رضيتش ارد على اي مداخله الا لما اكلم الحكم واعرف سبب الطرد. لان هو الموضوع كله متعلق بقرارين: قرار بطرد 2 لاعبين الملعب، قرار الطرد لتلفظ مش لفعل احنا شايفينه عشان نعلق. ممكن حضرتك دلوقتي تسمح لي اقول لحضرتك اللفظ اللي قاله الكابتن احمد علي وتتحمل مسؤوليه هذا الكلام؟ لا ما لا ما تحملش. ممكن؟ لا ما تحملش، متشكرين. طيب. يبقى اذا الكابتن احمد علي قال لفظ ما لا انا اقدر اقوله ولا حد فينا يقدر يكرره ويسمعه مره ثانيه، لكن هيبتدي بالتالي. تمام. الكابتن اللاعب الثاني اسمه مودي، احمد مودي. لما طرد احمد علي احتج على الحكم بشكل غير لائق: حرام عليكم، انتوا ما بتشوفوش انتوا بتعملوا فينا ايه؟ انتوا عايزين تدوا الاهلي الدوري؟ انتوا الكلام اللي بيتقال ده اداله انذار لانه ما تلفظ. تمام. تحت اعتراض. تمان. الكابتن لم يرتضع وجري راح عند الحكم المساعد وراح اداله برضه يعني ايه كتله من نصيبه، اداله نصيبه كمان. من نفس الكلام. تمام. الراجل استدعى الحكم والحكم اداله الانذار ثاني فطرد. اعتقد لا خبره ولا دبلوماسيه ولا بتاع تنفع في الظروف اللي زي كده. كابتن يعني انا هاخد من كلام حضرتك، احنا ما اتكلمناش خالص على الحكم لان قلت انا مش انا برد على انا هاخد من كلام حضرتك بس في سؤال واحد. انا مع حضرتك في الطرد الاول بناء على كلام حضرتك في الالفاظ. الطرد الثاني من وجهه نظر حضرتك شايف ان كان ممكن يتقل عليه شويه، كان ممكن بعد الاصفر يتعامل معاه ببقه شويه، يعني يكلمه شويه. انا عايز اسال حضرتك سؤال يا كابتن سيف. اتفضل. انت عمال تهاجمني وانا اديتك انذار عشان ترتضع وتسكت. تمام. الانذار، معنى كلمه الانذار اللي بقول حضرتك اللي بتعمله ده غلط، فيا ريت ايه تبطل. تمام. لو الانذار لم ترتضع بيه واستمريت، انا هقدر اوقفك ازاي؟ اسكت؟ خلاص تعالى بقى اديني قلمين بعد كده واديني شلوت عشان خاطر انا عايز اصبر عليك شويه او اسالك شويه. يعني انا اعتقد يا كابتن سيف انه الامور بتتصعد بشكل غير منطقي بالمره، ليس له منطق في كره القدم. بتصعد منين بقى؟ بتتصعد من ناس، من بعض الناس. انا ما اعرفش ايه اللي حصل النهارده في الملعب علشان يحصل هذا الاعتراض بالكلام. حضرتك جبت اللعبه واتفرج عليها وشوف. كابتن جمال هو في النهايه كابتن ماتش، يعني ما حصلش تصعيد ولا حصل حاجه. احنا بنتعامل مع المشهد. انا بتكلم على المباراه، تصعيد من اللاعبين. انا شفت تصريحات اللاعبين دلوقتي بعد المباراه في احد القنوات، شفت تصريحات اللاعبين بيهاجموا التحكيم بشكل غير طبيعي، وده ما كانش موجود قبل كده. هو ده التصعيد اللي انا بتكلم عليه. ده نادي المقاولين بقاله اكتر من 3 أو 4 ماتشات ما شاء الله بيكسبوا بره وجوه، بيكسبوا فرق كبيره وعاملين ماتشات كويسه وعاملين ماتشات كبيره. انا مش خبير في فنون كره القدم. انا كل اللي بفهم فيه بفهم في التحكيم. انا ماليش علاقه بالمستويات، مين اللي يكسب مين، الاهلي يكسب المقاولين ولا المقاولين يكسب الاهلي. دي علاقه، دي امور انتوا بتحددوها وانتوا بتقدروا تقولوا. لكن هل النهارده مثلا نادي المقاولين كان كسبان مثلا المباراه وبعدين الحكم حول مكسبه الى خساره؟ انا مش فاهم. هو ده التصعيد اللي اقصده. طبعا انا مش هل حصل هناك يعني انباء ان نادي الزمالك طلع بيان انه مش هيكمل الدوري؟ هل حصل اتصال يعني ما بين حد في اتحاد الكوره وحضرتك؟ هل حصل حديث ولا الامور دي مش؟ لا انا بتكلم في مباراه الاهلي والمقاولين واحتجاج لعيبه المقاولين على الطرد وهل قرارات الحكم صحيحه ولا لا. اي امور ثانيه انا ما اعرفش عنها حاجه. تمام. شايف حضرتك النهارده اداء الحكم ازاي المباراه كلها؟ اكيد ليه اخطاء وليه مواقف كان صحيح فيها، شأن كل الحكام في كل مكان في العالم. لكن انا هتكلم على اللعبه اللي حصل عليها هذا الاعتراض. حضرتك لو بتعرضها تاني هتلاقي ان حارس المرمى لما صد الكوره بعدت عنه وحصل تنافس على الكوره بينه وبين اللاعب. هذا التنافس اسفر عن ان اللاعب وصل للكوره قبليه، ولما وصل للكوره قبليه
الكره عدت الحارس هيحصل اكيد احتكاك نتيجه ذهاب الحارس للاعب. تمام. ده اللي انا بقوله في كره القدم كده. حارس المرمى لا في حاجه اسمها، في بعض الناس بيرددوا كلام غريب، اصل ليه حمايه خاصه، حمايه حصانه خاصه. احنا الملعب ما فيهوش مجلس نواب يا كابتن عشان فيه حصانه، الكلام ده مش موجود. الناس بتردده بقاله 30 سنه الكلام ده مش موجود. مش موجود. فخلاص يعني لو كل واحد هيفضل يقول حارس المرمى اصل له حصانه، اصل لو اتلمس، لا، الكوره اتصدت من حارس المرمى وبعدت عنه، لم يكن مسيطر عليها، وصل لها اللاعب وصل للكوره قبل الحارس في المره الثانيه، بعد ما اللاعب خد الكوره حصل احتكاك مع الحارس، سببه الحارس مش اللاعب، لان الحارس هو اللي راح يلحق. خلاص كانه لاعب بالظبط، الحارس ده كانه لاعب ثاني. يعني لو الحارس في المرمى ده كانه مدافع وبيحاول ما عادش في القانون الجديد ان في حاجه اسمها الجون ليه حصانه في الصندوق. واضحه. كره بعيده عن ايد الجول. القانون الجديد يا كابتن ما كره بعيده عن ايد الجول حتى يا كابتن سيف، لا في قديم ولا في جديد. اولا الجديد مش هيطبق دلوقتي، الجديد هيطبق من 1/7. تمام. من 1/6 او احنا بالنسبه لنا هنطبقه في الدوري الجديد. انما لا في القانون القديم في حصانه ولا في حاجه اسمها حصانه حارس المرمى، الكلام ده مش موجود. الكلام ده بيرددوه الناس اللي هم مش متخصصين في التحكيم وما بيحاولوش يسالوا كمان. هو الجون باين ما فيهوش اي مشكله. الجون مش موجود في اللعبه طب خلاص، ما هو ده اللي اتبنى عليه الاعتراضات يا كابتن سيف. هو في حاجه ثانيه غير كده؟ بص يا كابتن، رجل المدافع كمان، رجل المدافع هي اللي راحت لايد الجول، فادى انطباع ان ايفونا حاطط رجله في ايد الجول. كمل. طب كمل يا ياسر كمل. بص رجل المدافع فين يا كابتن؟ هي اللي مع ابو سعود. ده مدافع المقاولين مش مدافع المقاولين. يعني نحسب فاول على المدافع؟ لا الجون صحيح 100% طبعا، الجون صحيح 100%. يعني نحسب فاول على المدافع على زميل الحارس. طب لو عديت حته الجون دي، هروح مع حضرتك برضو حته مهمه يا كابتن. كام لعيب